السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وسط الزحمة اللي أنا فيها وإن أنا فوق السطح وفي قرآن شغال جنبي واحد يعني ربنا يرحمه يدعو له بالرحمة وناس بتبني والزحمة دي جيت أقول لك في وسط الهوا ده جيت أقول لك تاخد مع خالد صقر ولا مع الجوال. بس قبل ما نيجي متنساش اللايك الاشتراك فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. متنساش ترجع الفيديوهات القديمة أو ما ترجع لهاش عادي مش مهمة، بس لو عايز يعني تستفيد يلا بينا. بص خلينا في الأول مسستمين نفسنا ان احنا هنتكلم عن خالد صقر او عن عبد الجواد. لو انت استاذك حلو، بص عشان نفس البق اللي انا دايما هقوله في اي مدرس في اي ماده، لو انت استاذك حلو وانت مكتفي بيه وحله حلو وشرحه رايق ما تروحش تقول لي ده انا هروح اغير لخالد صقر وعبد الجواد جامد فحت ومش عارف مين جامد طحن واروح اغيره. خليك مع اللي انت فيه، ما تروحش تشتت نفسك وتقول لي انا هاخد مع كذا واروح مع كذا واعمل واسوي. بطل هجص بطل هجص. هنا لو انت بقى لو الاستاذ بتاعك وحش او انت فعلا مزنوق وعايز تلم وعايز تظبط الدنيا تمام، مع خالد صقر او عبد الجواد. مع في برضه مدرسين تانيين اونلاين بس دول الاشهر يعني فايه فاهم كده. ماشي نخش بقى في خالد صقر. بص هو خالد صقر الصراحه عامل يعني مراجعه رايقه جدا، حتى هو عامل نفس اللي هو عمله لنا بس هو طور جامد فيه قوي. عمل ايه؟ اول حاجه هو عمل الكتاب بيعيد شرح تاني بكل تفصيله. طبعا انا مش هروح اقول لك ان كتاب المراجعه النهائيه بتاعه روح ذاكر منه خالص. دايما وحد مصدر مذاكرتك وشوف انت بتذاكر ايه من طول السنه، والزيادات زودها في الكتاب اللي انت بتذاكر منه. ما تروحش تقول لي لا ده انا هذاكر من كتب المراجعه النهائيه. انت عينك واخده على حاجه دايما هتفتكر شكل الصفحه اللي انت بتذاكر منها من اول مره. ما تروحش تقول لي لا ده انا هذاكر من كتب المراجعه النهائيه ولما الدنيا مش عارف. عدي عليها بعينك، شوف التفاصيل الزياده اللي واقعه منك او انت رايح فين جاي منين كده. تمام، دي اساس المذاكره من كتب المراجعه النهائيه. خالد صقر عامل لك كتاب ممكن تذاكر منه، وورق بقى ورق تلخيصات اهم حاجه في الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث، الناس اللي واقعه منها الحاجات اللي في الباب الاول والباب الثالث الحتت دي هو لممها في الورقه في الورق الجرانين كده. كان عامل لنا ورق الجورنان ده في كل باب. ما علينا، ده اول حاجه في الكتاب بتاعه. تاني حاجه بقى الحل. هو قال لك هو هيحل كتير قوي كالعاده يعني، واسئلته صعبه عشان في ناس بتخش تقول لي ده اسئله خالد صقر تعبانه. تعبانه ايه يا اسطى؟ انت كده ما بتحلش الواجب بتاعه اصلا. انت كده ما بتحلش الواجب بتاعه اصلا. مين اصلا بيقفل واجب خالد صقر؟ صباح الفل. فهو اسئلته في المراجعه النهائيه بتبقى صعبه وصعبه اوفر كمان، صعبه على مستوى اخر السنه بكتير، فاهمني؟ فهي بتبقى اسئله حلوه ومش كتيره بالمعقول. وكمان فوق كده هو بيحل لك بقى بيجيب لك المفيد زي محمد ايمن بالظبط. بيجيب لك المفيد بقى من كتب مثلا الايزو مندليف الامتحان. يعني مش مضطر تشتري ده كله او تروح تقول لي ده انا هعمل واسوي واشتري 500 كتاب و30,000 كتاب عشان احل واظبط الكيمياء ومش عارف. لا، هو لامم لك ده كله. يبقى هو عامل لك الكتاب بتاعه شرح وحل، وهو هيلم لك الافكار المهمه في كل باب. فهو ظابط الدنيا الصراحه. فهو خالد صقر. ما علينا، نروح بقى لعبد الجواد. الصراحه انا عبد الجواد ما مش عايز اقول لك ما بستلطفوش، بس ماشي عدال. عبد الجواد شرحه حلو في العضويه الصراحه. يعني خالد صقر يعني بيحاول يتطور في العضويه جامد، بس بجد عبد الجواد مفرق عن خالد صقر في العضويه سيكه او سيكتين ثلاثه، فاهمني؟ عبد الجواد فعلا شرحه حلو في العضويه. كمراجعه نهائيه هو عامل نفس الحوارات بتاعت خالد صقر بالظبط. هو نفس الشرح ونفس بقى، بس هو ضايف لك هنا بقى كتاب فيه شوامل مع الاجابات. هو طبعا مش هيحل لك كتاب الشوامل ده، هينزل الكتيب اجابات كده معاه. انت هتشوف الاجابات بقى بشرح الاجابات هتلاقيها موجوده فيه، فانت مش هيضطر هو يشرحها لك. بس هو الصراحه عشان انا بشوف ان عبد الجواد فعلا بيحل كم كتير قوي وفي الاخر ما تستفدش منه. هو بيحل يعني مثلا على ايامنا كان منزل الكتاب ده كتاب المراجعه النهائيه. في كتاب ليالي امتحان ما تنساهوش. الكتاب ده هينزله لك مش عارف 500 سؤال، مش هيحله طبعا بس سيبك، فاهمني؟ هو بيحل كتير قوي. مش عارف بقى سواء في الناس السنه اللي فاتت كانت بتقول هو سرب الامتحان ما سربوش، انا ما يهمنيش. انا واحد خرجت حالل كويس في الامتحان خلاص يا عم، سرب ما سربش. اللي سرب لهم الامتحان مش عارف اللي شافوا الامتحان حلوا كويس ولا ما حلوش، خلاص يا جدعان يولعوا في بعض، فاهم؟ ما توجعش دماغي سرب ما سرب، انا فاهم. بس خلاص ما تجيش بقى تقول لي ده عبد الجواد ممكن يسرب الامتحان السنه دي، ده انا هاخد عنده عشان هيسربه. ياه ما عرفتكش انا كده يعني. يا عم اولا سربه انت شلت ذنب، ده اولا. ثانيا انت ممكن ما تكونش بتفهم منه، انت واخده عشان يسرب الامتحان. طب قدر ما سربوش تكون انت ركبت الشلاحه. ايه العبث ده؟ ما تعملش الحركه دي. هو خالد صقر حلو وعبد الجواد حلو، بس انا قلت لك الفكره ان انا الصراحه ما كنتش بستلطف عبد الجواد. هو عبد الجواد شرحه حلو. هو بلكني من الصفحه بتاعه الفيسبوك لما حوار دخلت اكتب له في التعليقات ان انت كنت مسرب الامتحان ومش عارف ايه. انا من المتبلكين من جمال عبد الجواد. جمال عبد الجواد متبلكين من عبد الجواد. عبد الجواد بتاع الكيمياء. ماشي.
ماشي، ده الفرق ما بين خالد صقر وعبد الجواد. هتقول لي ليه في العموم انت منحاز لخالد صقر؟ بص، عشان خالد صقر في العموم شرحه حلو، ودايما مجتهد، يعني دايما بيطور من نفسه، ودايما بيسعى للافضل. وهتلاقيه مثلا في ليالي الامتحان بيديك نصايح، ونصايح حلوه كمان، وبيظبط لك الدنيا، ومهما كنت واقع ومهما هيعيد الفكره مره واثنين وثلاثه. بس ايه، مش هتضطر بقى تقول لا ده ما بيعيدش، ده انا هضطر ارجع فيديو المراجعه ومش عارف ايه، وهو شرحه حلو. فاهمني؟ يعني مثلا يستوقفني في ليله الامتحان وهو بيحل كان بيحل في ليله الامتحان، جاب محمد صلاح على ايامنا، والله كانت رايقه قوي. ما علينا يعني. ماشي، فهو خالد صقر انا في العموم بحبه. هتروح لعب جواد، صراحه انا ما خدتش معاه، بس انا جربته في كذا حاجه. يعني هو في العضويه فعلا كان مفرق عن خالد صقر بكتير، مش بكتير، بس هو كان مفرق عنه في حاجات، وبيعرف يشرح كويس قوي. بس كباب رابع او عامه، لا، هو خالد صقر رايق قوي في العامه. ما تروحش تقول لي ده انا هشترك معاه ده عامه وده مش عارف بطل عبث. انت هتاخد مع خالد صقر يا تاخد مع محمد عبد الجواد، ما تروحش تعبس وتقول لي مش عارف ايه. هتقول لي بقى في الاخر مين اللي احسن، خالد صقر او عبد الجواد؟ انا دايما ما بقولكش الاحسن، انا بقول لك ده ليه مميزات وده ليه مميزات. ما تروحش تقول لي يعني مين الاحسن. طب ما انت شوف انت ايه اللي ملائم بالنسبه لك. يعني مثلا زي الجوهري ومحمد ايمن، مين احسن، الجوهري ولا محمد؟ يا ابني شوف الملائم بالنسبه لك. يعني في ناس على فكره بتشوف مثلا دكتور محمد ايمن شرح حلو، خلاص يا عم رايق قوي خد معاه. الجوهري شرح حلو، خلاص يا عم خد رايق معاه. خالد صقر شرح حلو، خلاص خد معاه. ما هي نفس السياق. ما تروحش تقول لي اخد معاه مش عارف ايه ومش عارف ايه وكده كده. عبد الجواد برضو، انا الصراحه نسيت كتاب خالد صقر كان بكام، بس هم في العموم كتابهم باسعار حلوه، وعبد الجواد برضو كان سعره رخيص على ما اظن. ما علينا. وبقى وبيوزعوا هدايا بقى وستيكرز والهري ده. الصراحه انا ما كنتش بحب الحركات دي خالص. يعني استنى كده، انا معايا ايه؟ معايا النوته بتاعت جوهري، ظننا بالله انه لن يضيعنا. الصراحه انا مش مؤمن بالمقوله دي، انا بخليها يقينا بالله انه لن يضيعنا، لان كده كده اليقين في الله ان هو مش هيضيع تعبك بعد المجهود ده كله. ما علينا، سيبك من الحوار ده كله، ماشي؟ ما علينا بقى. دي الحوارات والكتب والمراجعات. شوف بقى انت هتشترك مع مين. والفيديو خلص، السلام عليكم.